هعمل معاكم دلوقتي وصفة فعلا حكاية حاجة كده. بصوا تجنن. عملت ميكس يا جماعة كده، هو اختراع الصراحة. كنت قاعدة زهقانة وحابة اكل حاجة لطيفة كده ومنعشة وظريفة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت سهلة. حبيت اعمل الليزي كيك. عارفين كيكة الليزي كيك؟ عملتها معاكم قبل كده كتير. زودت عليها تركاية كده وسميتها تسمية كده. بصوا يعني سميتها كيكة تاج الملوك علشان عملت فيها تاج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا منعشة اخر حاجة. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. كوبايتين من الحليب، وعليهم نص كوباية من السكر، ونص كوباية من الكاكاو الخام، وربع كوباية من الزيت، وكيس من الفانيليا، ومعلقتين كبار من النشا. وهقلب كويس جدا على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار. هستخدم في الوصفة دي يا جماعة زي ما قلت لكم الليزي كيك، يعني بسكوت سادة. هبتدي اجيب الكمية اللي انا عايزاها. انا جبت 300 جرام تمام كده. هبتدي ان انا اقطعهم قطع كبيرة شوية، ما تبالغوش قوي في التقطيع. بعد ما برد شوية الصوص معانا ده بيكون شكله، بسيبه يهدى بس شوية صغيرة، وببتدي انزل بيه على البسكوت بالشكل ده. ما تبالغوش برضو في التقليب، انا عايزاه يكون البسكوت كده فيه قرمشة، مش عايزاه يبقى معجن. يعني قلبه بهدوء جدا وسيبوه. تمام كده. ببتدي اجيب الصينية او القالب بتاعي اللي انا هشتغل فيها، دهنتها كويس جدا بالزيت، وببتدي افرد الخليط بتاعي بالشكل ده لحد كده كويس وتمام. وكده الليزي كيك اللي احنا عارفينها اصلا. الافتكاسة بتاعتي بقى اللي نقلت الوصفة في حتة تانية خالص. ضفت 4 كوبايات من الحليب في بولة. في تريكات كده بتحصل يا جماعة بتعلي التست قوي، بتخلي كده الوصفة كأنك عمرك ما جربتيها قبل كده. هي الحكاية دي بالظبط. تمام. ضفت كمان نص كوباية من السكر، و3 معالق كبيرة من النشا، وكيس من الفانيليا، ومعلقة مليانة بس ممسوحة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان. خليتها برضو على النار بالشكل ده لحد ما القوام يكون كريمي تقيل بالشكل ده. وببتدي أنزل على الليزي كيك بتاعي زي ما انتوا شايفين. نسكافيه بقى بيودي الوصفة في حتة تانية خالص بجد. هبتدي ان انا احطه بقى في التلاجة يهدى تماما. ببتدي اجيب ورق زبدة واقطعه شرايح بالشكل ده. عملت بقى شكل التاج، تاج الملوك زي ما قلت لكم. دي افتكاسة بتاعت مروة علاء الدين. اوكي. ما تتريقوش عليها، يعني كل واحد طبعا يزين براحته ويسميها اللي هو عايزه. وعملت الشكل ده شرايط بالشكل ده. وعملت برضو التاج من بره وجوه. تمام. ده اختياري انتي وعلى حسب ما انتي بتحبي. شوية بقى من الكاكاو، ويفضل كاكاو بسكر عشان ما تكونش مررة معاكم. اني عملتها قبل كده بكاكاو الخام، كانت ممررة سيكا. تمام. فكاكاو بسكر اللي هو المحلى بيكون افضل كتير في الرش اللي احنا بنزين بيه. ببتدي بقى اطلعها بالشكل ده، وادخلها برضو التلاجة تتماسك شوية كمان. طلعت القشرة معايا بس مش مشكلة. بصوا تجنن، خطيرة بجد، طعمها كريمي اخر حاجة. حلوة قوي قوي قوي، لازم تجربوها وبجد تقولوا لي رأيكم. انا مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني متنسيش تشتركي في الصفحة والقناة، وقولي لي رأيك ايه في وصفاتي، وعرفيني من اي بلد انتي بتتابعيني. ولايك وشير للفيديو لو عجبك. شايفين الطعام يا جماعة؟ شايفين الطبقات؟ شايفين تاج الملوك منور ازاي؟ من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها في الصيف. طعمه مش قادره اقول لكم ازاي، تجنن بجد. ظريفه جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم قوي. مستنيه رايكم وكومنتاتكم ان شاء الله في جروب التطبيقات. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.